اعلانات الرسائل كتير بيعتمد عليها لو ما عندوش ويب سايت، او حتى لو المنتج بتاعه طبيعة البيزنس بتاعه بتحتاج انه يتناقش مع العميل. يعني مش محتاج انه يبقى عنده ويب سايت العميل يخش يحط البطاقة ويدفع على طول، لا، المنتج بتاعه غالي او فيه تفاصيل ولازم يتناقش مع العميل. خليني اقول لك على بعض التريكس. ال 75% من اللي بيعملوا اعلانات رسائل ما بيركزوش عليها، بس لو ركزوا عليها هتنقل اعلاناتهم في حتة تانية خالص. بس يا ريت تدعمني بلايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا معانا نخش على النقطة الأولى على طول. السلام عليكم، انا وائل وصفي ودي قناه جراس سيكريتس. هكلمك النهارده في 10 تريكس ما تخليهمش يعدوا عليك عشان تحقق اكبر استفاده ممكنه من اعلان الرسائل، طبعا على الفيسبوك. وتعالى نروح لاول نقطه معانا وهي الاوبجيكتيف. تعالى نروح، لو عملنا كرييت كامبين، دايما اللي بيروح يعمل اعلانات رسائل بيروح على انجيجمنت، كونتينيو، طبعا بنعمل الكامبين مانوال، ودايما يروح هنا في الاد سيت ويختار اعلانات رسائل من هنا. طبعا ما بنقولش الطريقه دي غلط، دي ارخص طريقه تجيب بيها رسائل على البيج بتاعتك سواء على الفيسبوك او على انستجرام. لكن اللي حابب اكد عليه ان كل الاوبجكتيفز اللي موجوده على الفيسبوك تقدر تستقبل منها رسائل، سواء الترافيك، الانجيجمنت او السيلز. فانا كل اللي بنصح بيه هنا ان انت ممكن تنوع الاوبجكتيف بتاع الرسائل ما بين الانجيجمنت والسيلز. وانا عن نفسي جربت السيلز وجاب معايا جمهور بجوده عاليه جدا، يعني الاودينس اللي بنجيبها من السيلز بتكون بجوده عاليه جدا. والموضوع بسيط، زي ما انت بتعمل اعلان رساله على الانجيجمنت تقدر تجيبها من السيلز بنفس الطريقه، يعني بتمشي بخطوات الكامبين عادي جدا. ومن الادسيت بيقول لك ممكن تستقبل السيلز من خلال الرسائل. فالموضوع عادي جدا. كل اللي انا برشحه هنا ان انت تنوع الاوبجيكتيف بتاعك ما بين السيلز وبين الانجيجمنت وتشوف ايه اللي بيجيب لك نتائج احسن. تاني نقطة معانا هي عمل أكتر من مجموعة إعلانية وأكتر من إعلان. الناس كتير بتعمل الكامبين من مجموعة إعلانية واحدة وإعلان واحد وتجري الإعلان على كده. طب خلينا نبص على الصورة دي ونفهم أكتر شكل الكامبين. كامبين اللي هي الحملة الإعلانية بتقدر تحط تحتها عدد لا نهائي بين المجموعات الإعلانية، وكل مجموعة إعلانية بتقدر تحط تحتها عدد لا نهائي من الإعلانات. فما تحجمش المنصة اللي أنت شغال عليها بإعلان واحد وتقول له جيب لي منه نتائج. لا، إحنا ممكن نحط أكتر من مجموعة إعلانية وأكتر من إعلان وما نضيقهاش على المنصة ونسيبها تفاضل ما بينهم وتشوف الاعلان اللي شغال اكتر عشان تجيب لك النتائج اللي انت محتاجها. فاحنا عشان نعمل كامبين باكتر من مجموعه اعلانيه واكتر من اعلان نروح على الادز مانجر، نعمل حمله جديده كرييت. تمام، هنا ديت الكامبين بتاعتنا. طبعا ما ننساش نسمي الكامبين عشان خاطر نعرف نتابعها ونعرف نرجع لها وقت ما نكون محتاجين بسهوله. يعني ممكن نسمي الكامبين فرنتشر. تمام، هنا مش عايزين حاجه دلوقتي. هنا تاني نضغط نيكست، نستقبل. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على المسج فرنتشر. هناخد اي صفحه نسمي طبعا المجموعه الاعلانيه مثلا وان انجيجد مثلا من 20 ل 35. طبعا احنا دلوقتي بنعمل مثل، طبعا الحاجات دي كلها مش هتبقى من دماغنا كده، هنبقى البيزنس اللي احنا شغالين عليه عاملين الدراسه بتاعته واحنا داخلين عارفين احنا بنعمل ايه. دلوقتي احنا يعني بنجرب بس. يقول لك هنا انت عايز تستقبل الرسائل فين؟ هنقول على الماسنجر 300 جنيه في اليوم مثلا. تاريخ انتهاء الحملة، تاريخ البداية من دلوقتي، تاريخ الانتهاء. يعني انا ما بحبش احدد تاريخ انتهاء للحملة، لان ممكن تكون الحملة شغالة كويس وانا مش محتاج ان انا اقفلها او اعدل عليها. فانا بحب اسيب التاريخ دوت مقفول اللي هو تاريخ الانتهاء. وقت ما انا احب اقفل الحملة بخش اقفلها بايدي مانوال عادي. هنعمل سويتش تو اوريجينال اودينس اللي احنا متعودين عليه. الاعلان ده هنعمله في القاهرة مثلا، نوسع نطاق زي ما احنا حابين. هي كده كده الأساس أو الحاجة اللي أنا شغال عليها دلوقتي. يعني ممكن حد يجي من مسافات بعيدة، لأن الأساس طبعا منتج غالي وأنت ممكن تتحرك لمسافة كبيرة لو أنت عاجبك المنتج وعايز تشتريه من مكان معين. دي كلها بترجع لطبيعة البيزنس. في بيزنس يعني نشاطه لا يتخطى الشارع اللي أنت موجود فيه، وفي بيزنس تاني ممكن حد يجي لك من محافظات تانية. فدي بترجع برضو لطبيعة البيزنس. برضو اللي بأكد هنبقى دارسيننا ونبقى داخلين احنا عارفين بنعمل ايه.
قلنا السن هنا الإيدج من 20 ل 35. الاهتمامات قلنا انجيج مثلا احنا هنعمل مجموعة إعلانية للبنات المخطوبين. هنا بيقول لك انت عايز الإعلان للرجال ولا النساء، فاحنا قلنا نعمل ده للنساء. تمام. البليسمنت ديت هنرجع لها تاني في نقطة بعد كده، وبعد كده هنخش الإعلان. ممكن نقول الإعلان الأول طبعا بنسميه، هنقول مثلا الإعلان الأول هنستخدم فيه صورة. طبعا برضو من النصائح لنا زي ما احنا قلنا هننوع في المجموعات الإعلانية، وفي نفس الوقت هننوع في الإعلان نفسه. هنشيل دي اللي هو بيقول لك هنا عشان لو ما تعرفش النقطة ديت. وأنا المفروض إن أنا بقول على نقط سريعة، المفروض اللي بيتفرج بيعمل إعلان بإيده، فأنا بقول على نقط سريعة. يعني النقطة ديت دايما خليها ما تعلمش عليها، لأن هنا بيقول لك أنا هعرض الإعلان بتاعك مع إعلانات المنافسين. يعني دلوقتي عشان المساحات الإعلانية بقت مشغولة كتير، فبقت ممكن تعمل إعلان مجمع حاطط أكتر من منافس في نفس الإعلان، وأنا ما برشحش ده طبعا. مثلا لو افترضنا حطينا في الإعلان هنا صورة غرفة نوم، تمام. طبعا البليسمنت وتظبيط الصور ده هنيجي في نقطة تانية دلوقتي هنتكلم فيها، فخلينا نحاول ما نطولش الفيديو. وهتكتب التكست، أي تكست. طبعا التكست دوت أنت هتبقى محضره قبل كده، مش هنكتب طبعا التكست ده خالص. يعني احنا بنتكلم إن احنا التكست هنبقى محضرينه قبل كده، تمام. وطبعا هتخش تظبط يعني الحاجات اللي احنا بنعملها في كل الرسائل. هنخش نظبط الأسئلة اللي هي الأسئلة التلقائية والرسائل وكده، تمام. وظبطنا كل دوت. نروح مثلا احنا عملنا الإعلان دوت وهنضغط ببلش، تمام. هنيجي نعمل دوبليكيت للإعلان، دوبليكيت، تمام. كده عمل لنا تحت المجموعة الإعلانية اهوت نفس المجموعة الإعلانية إعلان تاني. الإعلان ده مثلا هنخليه كاروسيل، تمام. زي ما قلنا تحت كل مجموعة إعلانية احنا مش عايزين نحط إعلان واحد، احنا عايزين نحط إعلان واحد واثنين وثلاثة. فاحنا هنعمل إعلان ايمج صورة وإعلان كاروسيل. طبعا الكاروسيل معروف، الكاروسيل هو بيبقى عبارة عن إعلان بتحط له أكتر من صورة، يعني في كروت بتتحرك. يعني مثلا نحط الصورة دي ودي، حطينا مثلا أكتر من صورة في الهيدلاين اشتري الآن. طبعا انت الهيدلاين بتبقى محضره برضه، يعني ممكن تحت كل صورة تكتب اسمها، تكتب سعرها، تكتب ايا كانت الطريقة اللي انت تعلن بيها وفقا للاستراتيجية بتاعتك وبتاعت البيزنس اللي انت شغال عليه، تمام. وهنظبط الاعلان ده وكل حاجة. وبعد كده ممكن نعمل دوبليكيت تاني للاعلان. هنا الادنم هنغير طبعا الاسم. احنا كده عندنا اعلان صورة واعلان كاروسيل، هنعمل اعلان كمان فيديو. هنشيل يعني الكرييتيف اللي احنا كنا عاملينه ونختار طبعا البليسمنت. هنتكلم عليها، انا مش عايزك تشغل بالك بالنقطة دي خالص دلوقتي، تمام. هو هنا بيقول لك لازم تكتب هيدلاين، اكتبه هنا. هتلاقي الايرور اللي كان موجود هنا اتشال خلاص. وتقدر على كل اعلان هنا تعمل بابلش. كده عندنا مجموعة اعلانية البنات اللي هم مخطوبين وعندهم من 20 ل 35 سنة، تمام. طيب احنا كده عملنا مجموعة اعلانية تحتها 3 اعلانات. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل بقى دوبليكيت للمجموعه الاعلانيه بالاعلانات اللي فيها ونستهدف جمهور تاني مختلف. المره دي بقى على المجموعه الاعلانيه هنا وهنضغط دوبليكيت، تمام. كده هو عمل دوبليكيت للمجموعه الاعلانيه بالثلاث اعلانات اللي تحتها. مش محتاجين ان احنا نقعد نكرر الثلاث اعلانات تاني، لا. لو احنا هنعمل نفس الاعلانات بس هنغير في الاودينس بتاعنا عشان خاطر نشوف الاودينس هل يا ترى اللي هياخد القرار وهيشتري الجمهور الاول اللي هو في المجموعه الاعلانيه الاولى اللي هم البنات المخطوبين، ولا اللي هيشتري وياخد اكشن الاودينس اللي في المجموعه الثانيه اللي هم هنعمل لهم الرجاله. فطبعا في بعض الانشطه، يعني انا اشتغلت على الاساس كتير، في بعض الانشطه هتلاقي البنات هم اللي اكتف معاك اكتر، هم اللي بيخشوا يسالوا ويستفسروا، واحيانا كتير هم اللي بياخدوا القرار. هي طبيعه البيزنس او طبيعه البيت او كده والاساس او كده، البنت بتبقى مهتمه اكتر من الراجل. يعني خلي هنا مان، وممكن نخليها بنفس السعر وهنخليها يعني هنا برضو في نفس المكان ونفس كل حاجة. احنا هنغير بس هنخليها من بدل وومن هنخليها من. كده بقى عندنا مجموعة إعلانية تانية جاهزة بنفس الإعلانات بنفس كل حاجة، اللي هو جاهزة إن أنت تبدأ النشر على طول. عايز أوضح حاجة بس، إن دي كلها مجرد أمثلة
ممكن تعمل اكتر من مجموعة اعلانية باكتر من اعلان عشان خاطر توصل لاحسن اعلان شغال معاك، وبعد كده الاعلانات اللي مش شغالة معاك ممكن بكل سهولة تقفلها. النقطة الثالثة مواضع الإعلان ومقاسات الصور. مبقاش مقبول إطلاقا إن أنت تنزل صورة في بليسمنت، صورة الإعلان ما تكونش متوافقة مع البليسمنت اللي أنت بتحط الإعلان فيه. طب إيه البليسمنت المتاحة في فيسبوك وفي انستجرام ونعرف المقاسات منين؟ هنروح للأدز مانجر هنا. بالنسبة لمواضع الإعلان هيجي تحت هنلاقي في البليسمنتس هنلاقي الوضع الافتراضي على ادفانتج بليسمنتس. بنصح ان احنا نسيب المنصه هي اللي تختار البليسمنت لو طبعا متوفر معاك. هو حتى كاتب لك جنبه توصيه ان انت تختار الاختيار ده. المانوال بليسمنت ديت اللي انت هتختار، وتروح انت تختار البليسمنت اللي انت عايز تعرض فيه. ممكن تكون انت عايز تعرض على انستجرام بس، على فيسبوك بس، فعلى حسب الحاجه اللي انت عاوزها. وطبعا لو وقفت في كل بليسمنت هتلاقي متجزأ، وهتشوف الصوره هتعرف انت البليسمنت ده فين. يعني في الفيسبوك فيد على التايم لاين في الفيسبوك، والانستجرام كذلك فيديو فيد في صفحه الفيديوهات على الفيسبوك. في الماسنجر يعني انت بتقلب في الماسنجر بتلاقي اعلان ظاهره لك زي الاعلان دوت كده، دوت في الماسنجر انبوكس. ممكن الستوريز والريلز بنفتحها هتلاقي الانستجرام ستوريز، الفيسبوك ستوريز، الماسنجر ستوريز، الانستجرام ريلز، والفيسبوك ريلز. فدي بالنسبه لمواضع الاعلان كلها. طبعا الحاجات دي كلها عارفينها. الستوريز والريلز طبعا احنا يعني على طول قاعدين ماسكين التليفون على الستوريز والريلز يعني، فمش محتاج اوضح اماكنهم فين. هنا مكان الاعلانات، سواء بتتفرج على فيديوهات او ريلز بيظهر اعلانات صغيره تحت كده، تحت الفيديو او تحت الريلز ديت. لا انستريم فيديوز ديت بتبقى موجوده في الفيسبوك، بتلاقي اعلان صغير كده تحت الفيديو، يعني زي ما هو عامل لك الاعلان دوت هنا اهو. الاعلان اللي انا بمشي على الماوس دوت اعلان، انت تبقى تتفرج على فيديو ويظهر لك الاعلان هنا. السيرش لما تكون بتعمل سيرش على الفيسبوك بتبدا تظهر لك نتائج السيرش اللي انت بتعمله في قلب الريزلت، بتلاقي حاجات اعلانات زي دي كده بتبدا تظهر لك هنا. والابلكيشن اند سايتس، يبقى في سايتس او ابلكيشن سامحه للفيسبوك انه يعلن عن ده. فانت ما بتفتح مواقع او ابلكيشن وبتلاقي فيها اعلانات او كده، كتير منها بيبقى جاي من ميتا. دي كلها مواضع الاعلان. وزي ما هنلاحظ هنا بقى كل حاجه ليها مقاس. يعني بوست الفيسبوك بتلاقي مقاسه مختلف عن الستوريز، عن الريلز، عن الستريم ادز. يعني كل حاجه ليها مقاس مختلف. طيب احنا المقاسات دي بنعرفها منين؟ هنا هيجيب لك كل المقاسات اللي انت ممكن محتاجها عشان تشتغل على اعلانات ميتا عموما، سواء فيسبوك او انستجرام. هو جايب لك النسب بين الطول والعرض سواء ده كله وكل حاجه. يعني مثلا بص هنلاقي مثلا الستوريز والريلز بيقول لك خليها من 9 ل 16 عمودي. كاروسيل هيبقى اللي هو البوست المربع 1 في 1. البوست اللي هو بيظهر لك على التايم لاين يستحسن يكون 1 في 1. ولو عايز تعمل بوست عمودي النسبه من 4 ل 5. دوت طبعا بيمشي على الفيديو وعلى الصور. يعني انت ممكن حتى، انا ممكن اسيب لك اللينك ده في الديسكريبشن، يعني حتى بالعربي هو افضل المراسلات لنسب العرض الى الارتفاع. مثلا القصص والريلز اللي هي الستوريز والريلز من 9 ل 16 اللي هو على التايم لاين بتظهر لك من 1 ل 1. كاروسيل او اللي هو الاعلان الدوار بيكون من 1 ل 1. فيديو ممكن تعمل فيديو بالعرض من 16 ل 9 بس دوت يكون افقي مش عمودي. والميتا نتورك من 9 ل 16، وانستجرام من 1 ل 1. يعني بص يعني عن تقريبا اكتر مقاسين انت هتحتاجهم وهتشتغل عليهم وهيعرضوا في 90% من اعلانات الميتا عموما، اللي هو 1 في 1 ومن 9 ل 16 عمودي. لان الستوريز والريلز والبوستات اللي هي بتبقى على التايم لاين العاديه ده كله بيشتغل سواء البوست المربع او من 9 ل 16 اللي هو الريلز. فاحنا هننزلهم ازاي؟ هو هنا عامل لك حاجه جميله قوي. هنا انت ممكن تعمل داونلود ليهم، ده اللي هو الواحد لواحد بينزل لك في ملف PDF، وده من 9 ل 16. تمام. هنيجي نعمل الصور ازاي بقى؟ يعني احنا حتى لو رحنا للفوتوشوب هناخد هنا المقاس اللي احنا عاوزينه، وهو بيقول لك حط المقاس هنا عشان خاطر هو يعمل لك حجم الصوره، وبعد كده تبدا تحط الصوره اللي انت هتشتغل عليها عليه. يعني هو حتى تلاقي قايل لك هنا remember to remove this layer، يعني ما تنساش تمسح اللاير دوت. هتلاقي برده الصوره ديت هو طبعا حط لك برده ابعاد الصوره هنا، وبيقول لك اهوت ما تنساش برده تحذف اللاير ده. فايا كان الصور اللي انت هتجيبها، فايا كان التصميم الجاهز اللي انت هتحطه هنا. خلينا نفترض ان التصميم جاهز ومعانا وجبناه حطيناه او صممنا على المقاس دوت، وبعد كده دينا بنبدا نسيب. لو فرضنا ان دول التصميمين دوت بقى عندنا تصميم بالمقاس المربع وتصميم بالمقاس الطولي. طبعا هي الصوره ديت هو بس بيفتح لك اللاير، وبعد كده اللاير انت لو بدات تصمم على اللاير ده تحط الباك جراوند بتاعتك واللايرز بتاعتك او كده. المهم ان انت تظبط على نفس المقاس اللي هو حاطته لك في الصوره. هنا نروح على الادز مانجر. تمام. بيقول لك حط الصوره مثلا هنا الصوره بتاعتنا. تمام.
هنا هو بقى بيقول لك ايه، حطينا الصوره. فانت الصوره اللي هي المربعه اهيت، احنا طبعا دي كل المواضع اللي عندنا زي ما احنا عارفين. الصوره اللي هي المربع اللي هي الواحد في واحد خدت 10 اماكن، تمام. في الستوريز والريلز في 7 اماكن او 7 مواضع للاعلان خدوا الصوره دي، بس هي الصوره مش مناسبه ليهم يعني، فاحنا بنروح نغيرهم. هتلاقي قلم جنبنا، نعمل ايديت ونعمل تشينج للصوره، ابلود، ونروح نجيب الصوره بالمقاس اللي احنا عاوزينه، وبعد كده سيف. هنبص نلاقي الصوره هنا اختلفت تماما، وبقت ايه بقى، كل اعلان يعني الصوره اللي هي العموديه بقت خلاص ماليه الشاشه اهي، تمام. والكلام ده بينطبق طبعا على الفيديوهات وعلى الصور. كده احنا بقى عندنا كل موضع للاعلان في الصوره بالمقاسات اللي هو محتاجها. وطبعا لازم نركز في النقطه دي جدا، لان انت لو حطيت صوره مربعه في الستوريز بيبقى شكلها مش حلو وبتفقد من جوده الاعلان. انت لما بتيجي تعمل اعلان، الصوره بتاعتك او الكرييتيف اللي انت حاطه دي اول حاجه الناس بتشوفها، انت لازم تهتم بيها جدا وتهتم بشكلها، والحاجات دي ما ينفعش تعدي عليك، لان الحاجات دي هتفرق جدا في الاعلان بتاعك. النقطة الرابعة الأوفرلاب. وزي ما احنا عارفين إن الفيسبوك بيشتغل بنظام المزايدة، فما ينفعش يبقى أنت عامل 2 كامبين لنفس الأودينس. ليه؟ لأن هيبقى فيه أوفرلاب، فأنت بتبدأ تزايد على الجمهور دوت مع نفسك. بمعنى إن دلوقتي أكتر من حد بيبقى عامل إعلانات عشان يوصل للجمهور ده، والفيسبوك بيشتغل مزايدة، فأنت ما ينفعش تزايد قدام نفسك. يعني ما ينفعش أنت تبقى عايز توصل للجمهور بأكتر من إعلان فيبدأ سعر الرسالة يزيد عشان خاطر الإعلانات بتاعتك داخلة تنافس بعض. هنحاول على قد ما نقدر نقلل الاوفرلاب بين الاودينس اللي احنا شغالين عليهم باكتر من حمله في نفس الوقت. طبعا في بعض الحالات بتبقى انت محتاج توصل للاودينس باكتر من اعلان، فاحنا بنتكلم في العموم في المطلق ان انت ما ينفعش يبقى فيه اوفرلاب. لكن في بعض الحالات المعينه لو انت شايف ان دوت بيخدم مصلحه البيزنس بتاعتك، فدي حاجه اكيد انت دارسها وانت عارفها وانت عارف البيزنس اللي انت شغال عليه. لكن على قد ما نقدر حاول تقلل في الاوفرلاب بين الاودينس اللي عندك. طب لو احنا عاملين اعلانين 2 كامبين ب2 اودينس، نعرف ازاي حجم الاوفرلاب ما بينهم؟ تعالى اوريك ازاي. زي ما احنا هنا في الادز مانجر، هنروح لاودينس، هنيجي ناخد 2 اودينس. طبعا الاودينس ديت يعني ما اشتغلتش عليها في نفس الوقت، فانا مش متذكر ايه اللي بينهم اوفرلاب او ايه اللي مش بينهم اوفرلاب، فاحنا بس انا هوريك ازاي تشوف الاوفرلاب بين الاودينس. واخترنا 2 اودينس انا كنت مكريتهم، وبنيجي على ال3 نقط دول نضغط عليهم ونقول له ورينا الاودينس اوفرلاب. اهو الاودينس دول يعني في اودينس منهم حجمه 9 مليون و600 ألف، واودينس 6 مليون و200 ألف، ومتشابكين في 64%. يعني 64% في الاودينس دول مشتركين بأوفرلاب 6 مليون و100 ألف و800. يعني كده في حوالي 64% من الاودينس، اكتر من 6 مليون بني ادم موجود في الاثنين اودينس دول. فالاودينس دوت طبعا حجم الاوفرلاب ما بينهم كبير جدا. خلينا نجرب على جمهورين مختلفين تانيين ونشوف حجم الاوفرلاب ما بينهم. هناخد مثلا الجمهور ده مع الجمهور ده، نقول له ورينا الاوفرلاب اللي ما بينهم. هنلاقي هنا الجمهور 505,000 واكتر من 900,000 متشابكين في 18,000، يعني 4% اوفرلاب، فمقبول جدا الاوفرلاب ده. يعني احنا نقدر نشغل الاعلانين دول، نعمل كامبين هنا وكامبين هنا واحنا مستريحين. احنا كده مش بننافس بعض، يعني احنا لو متداخلين في 4% بس من الجمهورين، يعني 4% بس مشترك ما بين الجمهورين. الموضوع كده زي الفل، ونقدر نشتغل على الجمهورين في نفس الوقت مفيش اي مشاكل. النقطة الخامسة، حاول دايما تنوع طريقة توزيع الميزانية بتاعتك ما بين ABO و CBO او بمسماها الجديد Advantage Campaign Budget. طب ازاي ده؟ بص، اول ما بتروح تعمل كامبين بيبدأ يظهر لك ان انت الميزانية بتظهر لك في الاد سيت اب. يعني انت لما بتخش على الاد سيت اب هنا الميزانيه بتبدا تظهر لك. عايز الميزانيه بتاعت الاعلان قد ايه؟ طبعا لو انت لسه بتعمل تيست او دي اول مره بتعمل اعلان او كده، فانت طبيعي بتحط الاعلان هنا عشان الفلوس اللي انت حاططها كلها تروح للمجموعه الاعلانيه دي وتبدا تتوزع على الاعلانات. الاعلان اللي شغال كويس، يعني انت لو حاطط تحت المجموعه الاعلانيه اعلان واثنين وثلاثه زي ما قلنا، الاعلان اللي شغال كويس هو اللي بياخد فلوس اكتر. وبتوصل ساعات ان في اعلان ما بيصرفش خالص لان في اعلان شغال كويس جدا. في CBO احنا بنروح للصفحه اللي صفحه الكامبين، واما بنفتح الادفانتج كامبين بادجت بنخليها اون، بقينا هنا نقدر نحط الميزانيه بتاعه الاعلان. احنا لما حطيناها هنا هتبدا تتوزع على المجموعات الاعلانيه. يعني احنا مثلا لو عندنا
مجموعتين اعلانتين ديت المجموعة الاعلانية واحد هنحط فيها اي اعلان، ودي مجموعة 2. بقى كده في الكامبين دي عندنا مجموعتين اعلانيتين. الكامبين ديت احنا اللي حاطين البادجت فيها في الكامبين نفسه، حاطين 300 جنيه مثلا. فهتبدا ال 300 جنيه تتوزع مش على الاعلانات بقى، على المجموعه الاعلانيه. يعني المجموعه الاعلانيه دي هتصرف 200 والمجموعه الاعلانيه 100 او العكس او ايا كان على حسب اداء المجموعه الاعلانيه. يبقى كده الفيسبوك هو اللي بيختار، احنا حطينا له البادجت في الكامبين نفسها وهو يقدر يوزعها على المجموعات الاعلانيه. الاول كانت المجموعه الاعلانيه كده بتصرف المبلغ اللي انت حاطه على الاعلانات اللي عندها. احنا دلوقتي قلنا له لا، احنا هنحط لك البادجت في الكامبين وانت تقدر تصرفه على حسب رؤيتك للمجموعه الاعلانيه اللي ادائها افضل من المجموعه الاعلانيه الثانيه. فده كتنويع. الاول انت كنت بتست، بتجيب المجموعه الاعلانيه بالاودينس بتاعتها بالبليسمنت بتاعتها وتبدا تحط الاعلانات وتبدا تقول له والله اصرف لي المبلغ ده على المجموعه الاعلانيه دي. انت المره دي غيرت الموضوع، حطيت له الفلوس في الكامبين وقلت له لو سمحت اصرف لي الفلوس على الكامبين دي وانت وزعها على المجموعات الاعلانيه بمعرفتك. وطبعا دي من الحاجات برضو اللي بتدي الفيسبوك حريه اكتر، او ميتا عموما حريه اكتر، ان هي تصرف الميزانيه في الاداء الافضل وتقدر تتحرك بحريه اكتر وتجيب لك النتائج اللي انت محتاجها بصوره كويسه. النقطه السادسه تحديد الحد الاقل للانفاق. بمعنى دلوقتي زي ما احنا اتفقنا احنا بندي ميزانيه للفيسبوك ونقول له والله اصرف فم معرفتك، شوف الاعلان اللي بيجيب نتيجه معاك اكتر وحط فيه الفلوس وضخ فيه الميزانيه بمعرفتك. طب دلوقتي هيجي لنا بعض اللحظات مثلا احنا عندنا منتجين، فالاعلان بيشتغل على منتج واحد، ممكن توصل ان مجموعه اعلانيه ما تصرفش نهائي. ليه؟ اول يوم بدا يجي لك رسائل على مجموعه اعلانيه، بدا يجي لك على اعلانات في مجموعه اعلانيه معينه، بدا يجي لك رسائل عليها كتير واستفسارات عليها كتير، فبدات خوارزميه الفيسبوك تفهم الجمهور متفاعل مع دي، وقد يكون فعلا الجمهور متفاعل مع دي، وقد يكون الاعلان التاني لسه ما خدش حقه. لو كان اتعرض اكتر من كده كان هياخد حقه والجمهور يتفاعل معاه. طب لو افترضنا ده منتج وده منتج، فاحنا عايزين المنتج التاني ياخد فرصته برضه. ما ينفعش المصاريف كلها تروح على منتج واحد والمنتج التاني ما ياخدش فرصته في الاعلانات. طب هنعمل ايه هنا؟ فجه الفيسبوك قال لك لا خلاص انا هحل لك المشكله دي، انت ممكن تحط لي حد ادنى للانفاق. بمعنى احنا دلوقتي عندنا الاعلانين دول قلنا هيتوزع عليهم 300 جنيه. الاعلان رقم واحد لو اشتغل كويس اول يوم ممكن يبدا يتصرف عليه 200 جنيه 250 جنيه والاعلان التاني ياخد 50 جنيه. طب الاعلان كده هيتظلم، انا ممكن اعمل ايه؟ بس خلي بالك النقطه دي بتتعمل اما تكون انت شغال في ادفانتج كامبين بادجت، ما بتشتغلش على الاي بي او. تمام؟ انت هتقوم جاي على المجموعتين الاعلانيتين معلم عليهم كده ورايح جنب ايديت كده في سهم هتتك عليه وتقول له مينيموم سبيند ليميت، اللي هو انا عايز احدد اقل حاجه ممكن تنفق. هيجيب لي الاعلانين هنا، تقول له والله انا مديك 300 جنيه تصرفهم على الاعلانين دول. قول له والله انا عايز احط في الاعلان الصرف ما يقلش عن 100 جنيه في اليوم، والاعلان ده الصرف ما يقلش عن 100 جنيه في اليوم. طيب ال 100 جنيه الثالثه هتتوزع على الاعلان اللي شغال افضل. يبقى انت كده ما حرمتش الفيسبوك او ما قيدتش الفيسبوك ان هو يتحرك ما بين الاعلانات اللي هو شايفها افضل او اللي جايبه نتائج افضل، وفي نفس الوقت انت ما ظلمتش اعلان. لا، انت هتقول له اصرف لي هنا 100 جنيه واصرف لي هنا 100 جنيه ومعاك 100 جنيه شوف انت بمعرفتك وزعها على الاعلان اللي انت شايف الجمهور بتاعي بيتفاعل معاه اكتر. يبقى انت كده حققت الشرطين، خليت الفيسبوك يتحرك زي ما هو عاوز واديته اريحيه في الحركه عشان يجيب لك نتائج، وفي نفس الوقت انت ما ظلمتش اعلان من الاثنين دول وخليت الاعلانين يتعرضوا. النقطة السابعة حاجة كلنا عارفينها بس كتير بنهملها، وهي الريتارجت، إعادة الاستهداف. طبقا للدراسات والمنطق وكل حاجة بتقول إن العميل مش هيشتري من أول مرة بيشوف الإعلان بتاعك فيه. طبعا في نسبة صغيرة بتشتري أول مرة بتشوف إعلانك، لكن في نسبة محتاجة تشوف إعلانك مرة واثنين وثلاثة. في حاجة اسمها كاستمر جيرني أو سيلز فانل، اللي هي الاثنين نفس المعنى. في ناس بتقول عليها كاستمر جيرني وناس بتقول عليها سيلز فانل. الاثنين بيؤدوا لفكرة ان العميل بيمشي في فانل او رحلة معينة نحو البراند بتاعك عشان يقتنع ويشتري. السيلز فانل دي طبعا ليها اشكال كتير جدا، بس احنا لو خدناها بشكل مبسط هنلاقي اويرنس اللي هي مرحلة وعي، اللي هو العميل لسه ما يعرفش اصلا ان في البراند بتاعك ده موجود،
فالوعي الاول انت بتعمل له وعي بالبراند بتاعك، بعد كده انترست بيبدأ يشوف الاعلان مرة يعجبه الاعلان، في مرة ثانية يبدأ يهتم بالاعلانات بتاعتك، بعد كده ديزاير بعد ما العميل اهتم بالبيزنس اللي انت بتعمله والاعلانات اللي انت بتعملها وبدأ يهتم بالموضوع، يخش في مرحلة الديزاير اللي هو بقى عنده خلاص رغبة او حابب يشتري المنتج، وبعد كده ياخد الاكشن اللي هو ايه، يشتري المنتج. فالعميل بيبقى محتاج تنقله بين الفانلز ديت، فالعميل بيبقى انت محتاج تعيد استهدافه عن طريق الاعلانات وبالمحتوى كمان. احنا خلينا نشوف دلوقتي ازاي تقدر تعيد الاستهداف عن طريق الاعلانات. وطبعا ما تنساش ان انت زي ما بتستهدف العميل عن طريق الاعلانات محتاج كمان تستهدفه عن طريق المحتوى. خلينا دلوقتي نشوف ازاي نقدر نعيد استهدافه عن طريق الاعلانات. هنيجي نعمل كرييت اودينس وبعد كده كاستم اودينس، ونروح ايه السورس اللي انت تقدر تعيد استهداف العميل منها. ممكن تعيد استهداف العميل من الويب سايت دوت لو انت عندك بيزنس اونلاين وانت مسطب بيكسل وبتخش تستهدف العميل عن طريق البيكسل ده، او تعيد استهدافه عن طريق البيكسل دوت اللي هي مسمعه عندك في الويب سايت. بس احنا بما اننا بنتكلم على اعلان رسائل، انت ممكن بتبدا تعيد استهداف العملاء عن طريق كاستمر ليست. بتبقى انت مسجل الداتا بتاعت العملاء دي في شيت اكسل وتقدر ترفعها للفيسبوك عشان يعيد استهداف العملاء دي تاني. الفيديو، ان انت مثلا بيبقى عندك اعلان فيديو، بتخش تختار مثلا العميل اللي شاف مثلا 75% من الفيديو ده. طبعا تقدر النسب اللي انت محتاجها على حسب رؤيتك. لو انت مختار 75% في خلال اخر مثلا 60 يوم، وبتبدأ تختار الفيديو اللي انت محتاج العملاء. مثلا اخترت فيديو 2 ايا كان، والله انا عايز اعيد استهداف العملاء اللي اتفرجوا على 75% من الفيديوهات دي. تختار الفيديوهات وبعد كده تضغط كونفيرم وتسمي العملاء ايا كان الاسم اللي انت هتسميه عشان تفتكروا بيهم، وتعمل كرييت. كده انت بقى عندك عملاء. الفيسبوك بياخد وقته عشان يجيب العملاء اللي اتفرجوا على 75% من الفيديو دي او ايا كان الشرط اللي انت محدده له. بياخد فتره يحسبها، ممكن توصل ل 24 ساعه على حسب حجم العملاء. وبعد ما بيحسبهم لك بيجيب لك ريدي زي العملاء دي كده. تقدر بعد كده تعيد استهدافهم في حملات اعلانيه. ان احنا نروح على الكامبينز، نروح كرييت وبعد كده انجيجمنت ايا كان. يعني الطريقه واحده ان انت تعمل ريتارجت للعملاء بنفس الطريقه فول اوبجكتيف. وما تيجي تختار العملاء هتسيبك بقى، مش هتعمل عملاء جديده. انت عندك كاستم اودينس انت عاملها، بتعمل لهم ريتارجت. دي هتخضر كده وتبقى ريدي، تقوم انت مختار. طبعا هو هنا مش قادر يحسب لك، بيقول لك حجم العملاء غير متوقع، لان زي ما احنا قلنا لازم يجي لك الاول ريدي على العملاء ان هم خلاص بقوا جاهزين وميتا قدرت تحسبهم خلاص وتبدا تشتغل بيهم. لكن يعني الموضوع واضح. يعني كده احنا بنعمل ريتارجت للعملاء اللي اتفرجت على 75% من الفيديو. ممكن نرجع للاودينس تاني ونرجع لكاستم اودينس تاني. زي ما قلنا الفيديو من الانستجرام اكونت تتفاعلوا مع ليد فورم. انت كنت عامل حمله تجمع ليدز مثلا وهم اتفاعلوا مع ليد فورم، فانت عايز تستهدفهم تاني. فيسبوك بيج تفاعلوا على الفيسبوك بيج بتاعتك. دي معظم الحاجات اللي انت تقدر تستفيد منها بان انت تعمل ريتارجت للعملاء كمان مره، ودي نقطه مهمه جدا. ده يخلينا نخش على النقطه الثامنه، واللي هي ان انت تعمل لوكالايك اودينس. لوكالايك اودينس دي كنز معاك. انت ما بتشتغل اعلانات، الاعلانات عباره عن داتا انت بتجمعها. انت بتشتغل اعلان واثنين وثلاثه وبقى عندك ليست العملاء بتشتري انت مجمعها على الاكسل، او عملاء اشترت عن طريق الرسائل او سواء على الويب سايت. بس احنا بنتكلم دلوقتي في اعلان الرسائل. فانت ممكن تجيب العملاء دول بدل ما انت تخش وتقعد تحط اهتمامات وانت مش عارف الاهتمامات دي لسه هتجيب معاك ولا لا. انت هتقول ايه؟ هتقول للفيسبوك والله انا معايا عملاء فعلا بتشتري وعملاء فعلا بتتفاعل، خد العملاء دي وجيب لي عملاء شبههم. فالموضوع كله هيبقى زي ما احنا اشتغلنا على الريتارجت، لكن هو مش هياخد نفس العملاء دي. هو هياخد العملاء ديت ليها صفات او سلوك معين متشابه ما بين العملاء اللي بتشتري منك. عشان كده الطبقه دي او الشريحه دي من العملاء اتفاعلت معاك. هو هيدور لك على الفيسبوك في الداتا بتاعته على العملاء اللي عندها نفس السلوك ده. هنروح على كرييت اودينس. من كرييت هناخد اللوكالايك اودينس. بعد كده بيقول لك السورس. طب احنا هنجيب السورس منين؟ هتقول له والله انا كنت عامل 75% من اللي شافوا الفيديو، انا عايز اجيب الناس اللي شبههم. هيقول لك تمام زي الفل. انت كده حطيت له السورس اللي هياخد منه. هو هياخد ايه؟ هياخد اجيب ناس شبه اللي اتفرجوا على الاعلان 75% اللي احنا لسه عاملينه في الريتارجت. بعد كده يقول لك سيلكت اودينس لوكيشن. بيقول لك الاودينس دول موجودين فين؟ طيب والله هم الاودينس دول موجودين في مصر.
ايجيبت. تمام. هيقول لك نسبة التشابه ما بينهم ايه؟ 1% ديت نسبة ضيقة، يعني انت بتقول له عايز شبههم قوي. 2% هتلاقي الرقم المحتمل للاودينس ده كبر، لان انا وسعت التشابه ما بينهم، وكل ما ببعد بوسع التشابه ما بينهم. فانت دلوقتي انت عندك تقدر تستهدف 1%، 2%، 3%، بس انا بنصح يعني اللي هو ايه 1% او 2%، ولو حبيت بعد كده اوسع النطاق يبقى في مجموعة اعلانية لوحدها، ما يبقاش في نفس المجموعة الاعلانية. فهنخلي المجموعة الاعلانية 1% او 2% بالكتير، وبعد كده بنعمل كرييت اودينس، وبنقدر بنفس الطريقة نروح للفيسبوك ونقسم اودينس ونختار لوكالايك اودينس نشتغل بيه، زي بالظبط ما عملنا في النقطة اللي فاتت، نقطة الريتارجت. النقطة التاسعة بقى، ودي أهم نقطة في الفيديو كله، هي الأوفلاين إيفنتس. إيه الأوفلاين إيفنتس دي؟ بالراحة كده واحدة واحدة عشان نركز مع بعض. دلوقتي إحنا ما نبقى شغالين على ويب سايت، والويب سايت ده مسطبين عليه البيكسل، وبيبدأ حد يخش على الويب سايت يحط البطاقة ويشتري، الفيسبوك بيقدر يعدلك الكونفرجن دوت على إن ده حالة ناجحة. ليه؟ ده واحد اشترى. طب عرفت منين يا فيسبوك إنه اشترى؟ ده راجل والله حط بطاقته واشترى، فأنا عرفت إنه اشترى، فأنا عديتهولك. إحنا بنحط بيكسل في الصفحة الاخيره اللي بعد عمليه الشراء، يعني انت الواحد ما بيشتري بتجيله صفحه سامكيو او الفاتوره بتاعته او كده، ايا كان تصميم الموقع اللي بيشتري منه، فاحنا بنحط كود اسمه البيكسل في الصفحه الاخرانيه ديت، يبدا يعد العمليه ديت، عمليه الكونفرجن او الاحاله الناجحه. طب احنا دلوقتي بنعمل حمله رسائل. ايه الاحاله الناجحه بالنسبه للفيسبوك؟ الاحاله الناجحه للفيسبوك ان هو انت جالك رساله، يعني اي عميل جه كتب الرساله بالنسبه للفيسبوك، انت اصلا قايل للفيسبوك انا هدفي اجمع رسائل او هدفي اجيب رسائل، فهو الفيسبوك لحد هنا علاقته انتهت بالموضوع. انت عايز رسائل، ادي جالك رساله، كده بيبدا يعدلك، ادي انت جالك رساله، ادي واحد. طب الرساله دي ما اشترتش، بس الفيسبوك هيعرف منين؟ هنا احنا نقدر نغذي الفيسبوك بالاوفلاين ايفنتس. الاوفلاين ايفنتس دي العميل اللي اشترى بعيد عن الفيسبوك، يعني الفيسبوك ما قدرش يعده لانه ما اشتراش من موقع. العميل والله كلمني على الرسائل، خدت رقم تليفونه، قالوا تمام ظبطنا البيعه، خلاص الفيسبوك هيعرف منين؟ احنا اللي بنقول للفيسبوك والله العميل ده اشترى. طب بينفعنا ايه في الكلام ده؟ اولا بينفعنا ان احنا بنقدر نعد الارباح جات لنا من اي اعلان، يعني بنبقى عارفين الاعلان النهون اللي باع والاعلان النهون اللي ما باعش، تمام؟ ودي نقطه مهمه جدا. تاني حاجه، لو انت فاتح محل او معرض او شركه او مكان والعميل جالك او كده، بتبقى عارف العميل ده جالك من اي اعلان بالظبط، يعني العميل دوت او ما جالكش من اعلانات اصلا، بتبقى عارف العميل ده عميل معدي شافك فدخل اشترى منك، ولا عميل جاي لك من اعلان. ليه؟ لان انت برضو بتحط على الفيسبوك الاوفلاين ايفنت، سواء رقم تليفونه ايميله البيانات بتاعته، الفيسبوك بيقدر يقول لك العميل دوت شاف الاعلان ده، فبتبقى انت عارف العميل جالك من اي اعلان. النقطه الثالثه والمهمه جدا، انت بتفهم الفيسبوك ان الناس دي اللي اشترت بالفعل، هو بيبدا يدور لك على الناس دي، مش شبه الناس اللي بتبعت رسائل، لان انت ممكن يجي لك رسائل كتير جدا وعملاء تانية اشترت بالتليفون، او عملاء اللي بعتوا رسائل مش كتير واشتروا، لان انت من وسط الرسائل الكتير ديت هيبقى في عملاء كتير ما اشتروش، فانت بتقول للفيسبوك خلي بالك دول اللي اشتروا، دور لي على شبه دول مش شبه اللي بيبعتوا رسائل دول. فانت بتبقى محدد جدا مع الفيسبوك، فالفيسبوك بيعرف يجيب لك نتائج، بيبقى عارف ان دول اللي اشتروا ويعرف يروح يجيب الناس اللي شبههم، فانت كده بتساعد الفيسبوك انه يحقق لك النتائج اللي انت طالبها منه. طيب الاوفلاين ايفنت ديت نقدر نغذيها منين؟ هنا في الادز مانجر احنا هنروح للسيتنج بتاع البيزنس، السيتنج بتاعت البيزنس مش بتاعت الحساب الاعلاني. كده احنا دخلنا على السيتنج، على البيزنس سيتنج، هنروح على الداتا سورس وهنروح على الاوفلاين ايفنت. هنا انت اول ما تخش على الاوفلاين ايفنت هنا انت مش هتلاقي حاجه، انا كنت عامل اكتر من اوفلاين ايفنت هنا، انما انت في الطبيعي لو انت ما عملتوش قبل كده هتيجي هنا مش هتلاقي حاجه، هتتك اد، بعد كده هتسمي الاوفلاين ايفنت وهتتك كرييت، تمام؟ هتختار الاكونت اللي انت هتشتغل عليه، الاكونت الاعلان اللي انت هتشتغل عليه، تختار نيكست، هيقول لك مين اللي هيتحكم في الاوفلاين ايفنت ده، تقول له وائل، عمل لك اوفلاين ايفنت جديد اسمه وائل 2، يعني لو عملت ريفرش هتلاقي الايفنت نزل لك هنا باسم وائل 2 اهوت، تروح تفتحه في الايفنت مانجر، هتقول له والله انا عايز اعمل ابلود للايفنت، هينزل لك مثال هنا، يقول لك والله ده شكل الايفنت اهوت، ده شكل المثال اللي انت هتعمله، اللي هو الايميل وايميلين تليفونين او كده، فاحنا ممكن ده كله ملوش لازمه، يعني احنا ممكن نمسح الايميل، عمود الايميل نسيب عمود ايميل واحد، عمود فون واحد، ممكن نمسح الكود كمان، نسيب الكانتري. انت بتسيب البيانات اللي هي متاحه معاك، مش شرط، يعني مش شرط كل العواميد ديت تعمل، يعني انت بتمسح وتسيب البيانات اللي موجوده معاك. طبعا رقم التليفون اساسي ويستحسن الايميل كمان، ادينا هندلت
الجندر مش مهم، الجندر مش، الايدج كمان ديليت. تمام، يعني احنا بقى كده عندنا الدولة، التليفون والايميل. فاحنا ممكن نبدأ هنا. خلينا نوسع كده عشان نعرف نحط البيانات. فانت طبعا بيبقى معاك الحاجة، يعني مثلا الايميل اهوت، نكتب مثلا ده ايميلي اهوت. احنا بنعمل مثال، انت ممكن تخش بعد كده بقى، انت طبعا هتحط البيانات بتاعت العملاء او كده. هنيجي كده هنختار الشيت اللي احنا عملناه. هنا بقى بيجيب لك، يعني هو هنا جايب لك كل حاجة. الغلط هنا في ايه؟ الغلط هنا في التايم. ليه؟ لان لو بصينا على الفورمات اللي احنا كنا منزلينه، هنلاقي هنا المثال اللي هو مديهولنا بتاريخ ووقت. طيب احنا غيرنا، احنا مش عايزين نحط الوقت ولا عايزين التاريخ، وغيرنا في شكل التايم. هنقوم جايين على القلم هنا ونقول له والله ده احنا غيرنا، حطينا الدي وبعدين المانث وبعدين اليير بشورة مايله كده، خليها لنا كده. يقول لك تمام زي الفل. التوقيت بتاع القاهره هيقول لك تمام زي الفل، اوكي نيكست. وبيبدا يجيب لك الايفنتات وبتقول له ستارت ابلود، وبيبدا كده يحملك وبيقول لك خلاص كده اكتمل التحميل. هتلاقي الاوفلاين ايفنت نزل هنا. هيبدا هنا بقى لو الارقام اللي انت حملتها او الايميلات لو اتفعلت معاك او بعتت رسائل او شافت اعلانات من اعلاناتك، بيبدا يظهر لك هنا. وفي نفس الوقت انت بتروح عشان تشوف الاعلان عمل معاك ايه، انت بتروح للادز مانجر، تمام، للكامبينز، وتقول له والله في وسط العواميد ديت انا عايز اعمل كاستمايز في وسط العواميد ديت، والله حط لي الاوفلاين ايفنت. هتلاقيه هنا. وهتقول له والله حط لي المبيعات. المبيعات ديت لو تفتكر اللي انت غزتها، ان انت حطيت قيمه الفاليو بتاعت البيعه اللي انت عملتها. فهتقول له حط لي المبيعات عشان يجيب لك كام بيعه انت عملتها. وممكن تقول له كمان حط لي الار او اس. وهيجيب البيانات دي منين؟ مفيش بيكسل. مفيش بيكسل، لكن في معلومات احنا غذينا الفيسبوك بيه. تك ابلاي بيبدا يضيف لك العمودين دول، ولو في اي حاجه من الارقام اللي انت حاططها جات من الاعلانات هنا وعامله مبيعات، هيحسب لك المبيعات وهيحسب لك الار او اس. ودي النقطه التاسعه للاوفلاين ايفنت. النقطه دي مهمه جدا، وانا حاولت اختصر عشان كده وقت الفيديو بقى طويل جدا. لكن انتوا لو حابين اتكلم عليها باستفاضه قولوا لي، وممكن نرجع نتكلم عليها باستفاضه في فيديو لوحدها. النقطة العاشرة، بنشوف ناس كتير على جروبات الفيسبوك بتسأل سعر الرسالة غالي، أنا عايز أنزل بسعر الرسالة. وبقى في هاجس عند الناس إن سعر الرسالة عايزين نقلب سعر الرسالة. طبعا ده طلب مشروع وكلنا عايزين نقلب سعر الرسالة والرسالة تبقى ببلاش كمان. بس يعني الموضوع ما يبقاش هدف بالطريقة ديت، إن أنا كل اللي أنا عاوزه من الإعلان إن أنا أقلل سعر الرسالة. لا، الإعلان أنا عامله عشان عايز أحقق مكسب منه. أنا والله على قلبي زي العسل إن أنا أعمل إعلان وتوصل سعر الرسالة 20 جنيه 30 جنيه وأكون بحقق منه ربح، ولا ان انا اعمل اعلان تكون سعر الرساله جنيه واحد وما بيحققليش اي ربح. فدايما نخلي تركيزنا على المكسب اللي جاي من الاعلان. واحنا يعني انا لو بصينا على الكمبيوتر هنا مثلا الاقي دول اعلانين. اعلان انا اشتغلت عليه فتره طويله وسبته يكمل وسعر الرساله 9 جنيه، واعلان تاني مع الوقت قفلته وسعر الرساله 4 جنيه. يعني انت منطقي لو انت عندك اعلانين وعايز تقفل اعلان منهم، في ناس كتير من غير ما تفكر لو حبت تقفل اعلان من الاعلانين دول هتروح اوتوماتيك تقفل الاعلان اللي سعر الرساله فيه 9 جنيه وتسيب الاعلان اللي سعر الرساله فيه 4 جنيه. لكن ما كانش منطقي بالنسبه لي، لان الجمهور اللي سعر الرساله بتاعته كانت 9 جنيه كان بالنسبه لي جمهور مخصص اكتر، وكان بالنسبه لي بيجي منه نتائج، وكان بالنسبه لي في نفس المنطقه اللي المكان فيه. كان اكتر ناس بتجيلي واكتر ناس بنرد عليهم واكتر ناس بتروح المعرض وبيبلغوني بيبعتوا لي الداتا وارجع ارفعها، الاقي اكتر ناس بتجيلي من الاعلان اللي هو ب 9 جنيه. والاعلان ابو 9 جنيه الرساله ده حقق مبيعات كويسه. فما كانش المنطقي ان انا اقفله واروح لاعلان مش عامل اي حاجه لمجرد ان سعر الرساله اقل. فاحنا نخلي تركيزنا الاعلان اللي بيكسب مش الاعلان اللي سعر الرساله اقل. ما يبقاش عندنا الهاجس بتاع انا عايز سعر الرساله قليل، لا انا عايز اكسب من الاعلان. انا عايز سعر الرساله قليل لكن انا عايز برضو اكسب من الاعلان. فدايما نروح للاعلان اللي بيكسب مش الاعلان اللي سعر الرساله منه قليل. ولحد هنا نكون خلصنا الفيديو. لو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يجيلك الفيديوهات الجاية أول ما تنزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.